من تريح القلب إن ناداك. اللهم أرح فكري ليرتاح قلبي، وكن معي في كل لحظة، وأبعد عني كل ضيق، واشرح لي صدري، ويسر لي أمري. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب قويت على فعله بعافيتك، ونالته قدرتي بفضل نعمتك، وانبسطت إليه يدي بسعة رزقك، واحتجبت عن الناس بسترك، واتكلت فيه عند خوفي منك على أمنك، ووثقت من سطوتك علي من حلمك، وعولت فيه على كرم وجهك وعفوك. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني ورجعت لكم تاني بروتين جديد. بس قبل ما نبدا الفيديو نصلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وانتوا وحشتوني كتير كتير كتير، وبحييكم كل اللي بيخش لي على اللايف او بيخش لي على القناه ويسمعني كلمه حلوه. ربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطرنا، وسواء من جوه مصر او من بره مصر. تسلم ايدي كل اللي بتحط اللايك. هنا بقى انا قلت بقى ايه، هقوم بقى كده. احنا جايين اصلا تعبانين وهلكانين، ما احناش قادرين نعمل حاجه في الشقه. واصلا الشقه صدق نفسنا ان احنا نعمل فيها حاجه من كتر التراب اللي فيها. بس لازم نقوم نعمل، لان لو ما عملناهاش كل يوم الدنيا هنبقى قاعدين عاملين زي اللي قاعدين في الشارع. قلت بقى انا هقوم كده اشرب فنجان قهوه كده عشان اقدر اقوم. احنا من ساعه ما جايين من المصرف احنا جايين تعبانين وهلكانين. مصرف اليوم ده تعب، برغم ان احنا ما تعبناش في المواصلات ولا حاجه. الله يكرم اللي خدنا ويوسع رزقه يا رب، ويكتر رزقك ويهدي لك عيالك يا رب يا محمد، ويقرب لك البعيد يا رب. هو خدنا وجابنا وودانا، يعني ربنا يكبر بخاطره زي ما جبر بخاطر عيالي كده. قلت بقى لا، هنقوم نشرب بقى كوبايه قهوه واقوم بقى ايه، لان انا كده يعني انا كده الفيديو يعني بعمله لكم النهارده. بكره هصبح همشي اروح عند والدتي واخواتي هناك، وابن اخويا عمال يتصل بيا، يا عمتي يا عمتي انتي وحشاني، انا بحبك يا عمتي، تعالي بقى تعالي عشان انتي ايه فرفشت العيله بتاعتنا. قلت له حاضر يا عين عمتك. قلت بقى لا، انا هقوم بقى ايه، انا كده كنت كده قاعده مش عايزه اسافر الا لما اخلص تقديم ليوسف، بس لسه ربنا ما ارادش، لسه في شويه ظروف كده عشان التقديم. قلت اما ربنا يسهل بقى انا هسافر اقعد اليومين دول لحد ما اقعد مع اخويا يعني، واختي راحه هي كمان. انا بقالي حبه اهو، بقالي يجي اسبوعين 3 ما روحتش عند امي. وامي الصراحه وحشتني، وابني وحشني، ابني قاعد مع ماما والصراحه هو وحشني. قلت لا، انا هروح اقعد يومين وابص عليهم وبعد كده ابقى اجيب بعضي وارجع يعني. قلت بقى انا هقوم نمسك الشقه ننضفها تنظيفه حلوه كده، ونغير الملايات عشان وكده كده احنا مش هننام على الملايات اللي هو يوم واحد، وهنيجي نغيرها تاني من التراب اللي هنيجي نلاقيه. ادعوا لي بس ما فيش تراب تاني يخش لي، لان احنا زهقنا والله العظيم. انا قرفت من التراب وقرفت من كل حاجه، قرفت من الشقه دي كلها خالص. امتى بقى نخلص بقى من القرف اللي هم بيعملوه في مشاريع، والزفت اللي عمال يعمل لنا في مشاريع ومجوع الناس اصلا. حسب الله ونعم الوكيل. اكل وشبع شعبك وبعدين اعمل المشاريع اما تيجي من عند ربنا. عمال يبني، معرفش بيبني ازاي ومصر متداينه وهو عمال يبني ويعمر. يلا بقى ربنا يهدي. مش عايزه اتكلم بقى في السياسه ولا اتكلم في اي حاجه تخص الدوله، علشان انا عايزه اربي عيالي بمعنى صح. هنا قلت بقى انا اقوم اغير ملايات الاوض، وبعد كده نمسحها. امل هتمسح، امل مش عايزه تظهر بقى معاكم، لان امل وشها هي واروى باين ملتهب من الميه المالحه. مش عارفه الميه مالحه زياده عن اللازم، مش عارفه. بقوا عيالي قلبوا على الصين. اقول لهم انتوا بقيتوا شكل العيال الصينيين اللي عينيهم اتيقت ويرمي شكل الصينيين. قلت لهم انتوا قلبتوا على الصينيين ليه كده؟ وانا وشي بايظ، بس انا اهو يعني، بس مستحمله. عمال بيعلم مش عارفه في ايه، ان اول مره الواحد يروح بحر كده يجي وشه بايظ منها. بس برغم ان الميه يعني مش ميه مرسى مطروح مالحه عنها، يعني مش عارفه في ايه. قلت لا، انا اقوم بقى كده نشجع واغير الملايات وانضف الدنيا واشوف ورانا ايه، ونمسح الشقه مسحه نظيفه عشان بكره يا دوبت نعملها من على الوش كده ونمسحها، ونقدر نروح بقى نبص نزور امي واقعد مع اخواتي يومين.
اخويا من الاسبوع اللي فات عمال يتصل لي يقول لي يا اميره مش هتروحي مش هتسافري، مش يا اميره مش هتسافري، تعالي ما نسافر سوا. وانا الصراحه ما كنت مأجله السفر لحد ما يوسف التقديم، والتقديم مع اقرب بتاع يوسف مش عارفه فيه ايه. قلت لا انا هروح بقى عشان اخويا ما يزعلش وابنه بقالي كتير ما شفتوش ولا شفت مراته. قلت لا انا هقوم كده اخلص اللي ورايا وبعدين اروح ازورهم، يعني اروح اقعد معاهم يومين نشبع من بعض. يا ترى هنتجمع تاني ولا مش هنتجمع؟ المدارس هتفتح وفين وفين بقى قبل ما نقابل بعض ونشوف بعض. طبعا طول ما المدارس بتفتح انا بروح لوالدتي اسبوع واسبوع، يعني لا اسبوع يعني بروح مرتين في الشهر متهيألي اسبوع واسبوع لا. واخواتي بقى حسب اجازاتهم بقى، حسب ما هي الاجازه بتاعتهم هياخدوها، يا ترى هنتقابل ولا مش هنتقابل. مش قلت لا انا هروح اقعد معاهم يومين كده واغير جو، لان الواحد اتخنق من هنا. ما الواحد ملوش حد هنا يعني. الجيران حلوه وكل حاجه بس ملناش حد، يعني اروح اقعد مع اهلي الواحد ما يشبعش من ربنا يخلي له امي، الواحد ما بيشبعش منها اصلا. والواد ابني وحشني الصراحه، الواد يوسف وحشني برخامته بشقاوته بكل حاجه فيه وحشني. اروح بقى عشان ايه؟ عشان انا حالفه له ان انا ايه، قايله له والله اما اجي لك لربيك عشان هو مضايقني. قلت لا انا هروح ابص على ابني واشوف امي بقى واقعد مع اخواتي، وكده كده اختي هي كمان قالت انا جايه لكم انا كمان نقعد مع بعض يومين. يلا بقى اللي وصل لحد هنا يصلي بينا على النبي على افضل الصلاه والسلام. هنا بقى الشباك لازم كل يوم يتنفض من كميه التراب ده، انت هتشوفوا لسه، ده انتوا لسه شفتوش تراب اصلا. فتحته، بصوا انا نفسي افتحه كده ويدخل الهواء، بس انا لو سبته 5 دقايق مفتوح هقوم الاقي الدنيا معكوكه تراب. انا كان نفسي اصور لكم اوريكم الشغل اللي في الصحراء، والله العظيم كنت عايزه اجيب التليفون واوريكم وهم شغالين يعني. هنا قلت امسح بقى التسريحه، هي كمان مليانه تراب. بصوا الدنيا كلها مليانه تراب اصلا عندي، والله العظيم انا كل يوم بنعمل، كل يوم انا وامل بنعمل، ممكن نعملها مرتين في اليوم، بس انا النفسيه مش حلوه ان انا اصور والواحد زهق اصلا. بس قلت لا انا هقوم بقى اغير الملايات كده واوضب حالي، وعشان ايه اسيب الشقه نضيفه لجوزي، يعني عشان جوزي هو كده كده قاعد فيها والله، وهو بيجي يعملها. بس يعني انا عايزه اقول له يا ريت من الفيديو ده لو سمعتني كل يوم تعمل الشقه تمسحها على الاقل، لان احنا يا دوبت رحنا الجمعه عند اختي وطلعنا السبت المصرف وجينا بسبت بالليل، انا جيت لقيت البلكونه دي اتني انا قاعده في الشارع وعامله الستاره، كميه تراب في الشقه رهيبه. يعني انا بقول لك يا ريت من هنا لحد اما اروح وارجع كل يوم تعمل لي الشقه، تعملها حتى بالشرشوبه كده، تمسحها مسحه على الخفيف وتنفض الكنب وتنفض الدنيا علشان الدنيا ما تتمليش تراب. وانا كده كده هقفل اوضه النوم بتاعتنا كويس، هو كده كده جوزي واحنا مش موجودين ما بينامش فيها، بيخش ينام في اوضه الاطفال. هنا قلت بقى انا هكنسها وامل هتمسح، بس امل قالت لي انا ما تطلعنيش انا مش هظهر، يعني حتى تلاقيها في فيديو كانت واحنا بننضف الصاله ده مصوراه فيديو لوحده مداريه وشها، لان وشها وشفايفها وعملت تكبير شفايف. اقول لها انتوا مالكم يا عيال قلبتوا كده ليه؟ العيال قلبت الصراحه، جايين وشنا التهب من الميه لا هو مصرف كان حلو وكل حاجة واتمتعنا وانبسطنا والله يكرم اللي بسطنا، بس احنا جايين تعبانين وعمالين ننام نقوم ننام، مش لسه ما مش عارفة في ايه، الواحد برضو لسه فيه كسل وعنده خمول مش عارفة. هنا بقى رحت داخلة على اوضة الاطفال هي كمان، قلت بقى ايه امسك برضو الملايات اغيرها عشان اسيب الدنيا نظيفه يعني، وكده كده اما نيجي ما هنغير برضو عشان التراب طبعا، ما خلاص انتوا اتعودتوا على الدنيا تبقى معكوكه وفيها تراب. هنا قلت بقى ايه امسك الستاره هنا انفضها برضو لان لقيت فيها تراب كتير، واشيل الملايه واغيرها. كان خاتم دوست عليه كان هيعورني الخاتم ده، جوزي قلعه باين ووقع منه وما دورش عليه وسابه بقى عشان يأذينا احنا بيه، ربنا يهديه. بس كده بصوا الشباك ده برضو لقيته عشان بقاله كام يوم ما اتنفضش. امبارح كنت انا فين؟ امبارح كان ايه مش عارفه، احنا هي امل اللي مروقه الاوضه دي باين، امل بنتي اللي كانت مروقه الاوضه دي، مش عارفه فتحت الشباك نفضته ولا ما نفضتوش، لان لقيت عليه كميه تراب كتير. والملايات والله نضيفه، انا شايلاها نضيفه بس لازم اغيرها بقى علشان ما تقعدش حبه كتير، عشان نيجي نلاقي الدنيا نضيفه ايه، لا ده احنا نيجي نلاقي الدنيا مليانه تراب.
ربنا يهدي جوزي بقى ويبقى يحاول يعملها لنا كده قبل ما ينزل يروح في حته، يحاول يعملها يعني. انا بقى انبه عليه قبل ما امشي يعني. وانا مش هطول انه بدري عندي والدتي، بس انا هشبع اقعد مع اخواتي واشبع من امي وابني وحشني اروح ابص عليه. مش هطول يعني، واشوفه ناوي يجي يقعد معايا امتى، يجي لنا هنا امتى. بس هو شكله مطول عند امي. كان بيقول انا هقعد شهر 9 كمان لحد ما المدارس ما تفتح وبعدين ابقى اجي. وانا بيني وبينكم انا سايباه هناك احسن وامان عن هنا. هنا ما بدل ما يقف لي مع حد مش كويس، لا هناك معروفين والعيله معروفه والناس معروفه، وهناك ما فيش الا من عمي وهم اللي صحاب، والعيال متربيه بمعنى اصح هناك. هنا برضو مش ما بيحبوش، وهو ما كانش بيقعد. معلش بقى التليفون رن، معلش على الزنه اللي جت في التليفون. هنا بقى رحت قلت بقى اغير ملايات السر التاني. والله السر ده محد بينام عليه. يوسف ابني كان بينام عليه، ويوسف مش هنا بيفضل فاضي. لو الظهر عيالي بيخشوا يناموا عليه شويه وما حدش بينام عليه. يعني الملايات بتفضل نضيفه، بشيلها نضيفه وبغسلها نضيف، بس هي بتتمني تراب برضه. يلا بقى اللي وصل لحد هنا يصلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واللي اول مره يخش عندي يخش يشترك في القناه، مش هتخس حاجه يعني، هتشترك هتكبر بخاطرنا. واللي ما داس لايك، اللي بيتفرج من بره يدوس لايك. وانا عارفه ان انا بتاخر عليكم في الفيديوهات، انا عارفه، بس معلش انا بمل والله العظيم، وبحس ان انتوا بتملوا من الروتينات. عشان كده ما بحبش، مش راضيه اصور كل يوم. انا عندي استعداد اصور لكم، لان انا كل يوم اللي انا بعمله ده بيتعمل مع عندي كل يوم كل يوم كل يوم. بس انا بحس ان انتوا بتتضايقوا، نفسي اعمل لكم. حتى انا رحت المصيف وصورت لكم نص الفيديو والنص التاني ما صورتش عشان انزله لكم. ما رضيتش اتعدى حدود يعني. عملت المقدمه وما رضيتش اصور على البحر عشان ما تعداش حدودي واكسف الناس وما صورش ناس. في ناس ممكن ما تبقاش عايزه تنزل تطلع على اليوتيوب. يعني ما اعملش حريه الناس، ما اكتبش حريه. دي حاجه يعني، ما حريه شخصيه ديت حاجه ما تعديش حدودي يعني. معنى ما انا ممكن اصور واطلع ناس غصب عني في الكاميرا وكده انا بتعدى حدودي. ودي لحد هنا انا كل واحد عارف حدوده ايه. عشان كده انا ما رضيتش انزل فيديوهات. صورت نص والنص المقدمه وانا رايحه في الطريق. ما رضيتش اصور على البحر على الشاطئ، يا دوب صورت عيالي كده لقطات بس. ببص لقيت اللقطات الناس طالعه وانا ما تعداش حدودي. زي ما انا ما بحبش حد يصورني وانا مش واخده بالي، ما صورش. انا برضو ما صورش حد، ما تعداش حدودي. كل واحد عارف حدوده ويقف لحد الحدود اللي انا عارفاها يعني. برغم ان انا كنت مكسوفه، بس جوز اختي اللي شجعني والله لازم. قال لي قومي يا اميره تعالي انا هصورك، قومي صوري اعملي المقدمه واعملي. واعملي. بس انا حتى قال لي روحي اقفي عند اللسان، كان في لسان. قال لي روحي اقفي عند اللسان صوري البحر وصوري بس انا الصراحه ما انا هاجي اصور عيالي في الميه هتعدى حدودي. هصور ناس غصب عني. انا مش بكيف ان انا ممكن اصور حد مش حابب يصور، بس هو هيبقى غصب عن الواحد. وعلى ايه بقى؟ لا ما قلت له لا بلاها الفيديو ده خالص يعني. الفيديو لو هيجيب لي حاجه مش عايزاها ان انا اتعدى حدودي واخش اصور حد مش حابب يصور، لا مش عايزاها يعني. ما تعداش زي ما انا ما بحبش حد يصورنا غصب عني. انا ما اصورش حد، ما تعداش حدودي. كل واحد عارف حدوده ويقف لحد عندها يعني. بس كده كان ده. خلصت انا كده الاوضه وهمسح التسريحه بقى من التراب. ودي وصل الكهرباء. جوزي عامل لي وصل الكهرباء عشان لما بروح في حته باخدها معايا. عيالي يقولوا لي ماما ماشيه بالعده بتاعتها عشان ابقى الشاحن ومش عارفه ايه، بشحن الموبايل يبقى جنبي يعني. التسريحه كانت برضو مليانه تراب على فكره. ومصحف ربنا برضو مسحته كده من التراب. ودي كشاكيل اختي جايبها لي لعيالي، ده جايبه لي ده كشاكيل للمدارس. قالت لي جابتها لي واما كنت عندها اديتها لي. قالت لي خدي بقى عشان لو مش هنتقابل تاني ادام راح بعربيه خديهم بقى بالمره. وده هكنس بقى كده. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبته. بس ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا لنا زر الجرس. هنا انا كان بتاع النور جاي بتاع الميه يا ربي، وانا كان عليا 3 اشهر ميه. يلا واشوف وشكوا على خير. يلا ومع السلامه.